السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ هنعمل نوعين أكل كده، إن شاء الله هيعجبوكم وسهلين خالص، وبالذات صينية البطاطس دي. صينية البطاطس دي أنا جبت بطاطس وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفين، وقلتها في الزيت 3/4 سوا يعني. بعد كده هاخدها بقى أرصها نصها في الصينية كده، وكنت معصجة لحمة عادي خالص، لحمة مفرومة معاها بصل. وبعد ما قربت هطفي النار كده، قمت حاطة قرن شطة حراق بيخليها طعمها حلو يعني. رصيت بقى نص البطاطس تحت كده، وحطيت عليها شوية بهارات بطاطس طعمها جميل بتدي طعم حلو. وحطيت اللحمة المفرومة، وهحط الطبقة التانية بقية البطاطس، وبرضه هرش عليها رشة توابل من الجاهزة دي، عشان ما كنتش حاطة على البطاطس اي حاجة خالص. هنا ربع كوباية كريمة لباني اللي هي كريمة الطبخ، وزودتها يعني خفتها كده بربع كوباية كمان مية. حطيتها على البطاطس، وهحط على وشها جبنة. وهكون طبعا ما تنسيش تبهري بقى اللحمة المفرومة بالفلفل الأسود والبابريكا وشوية كمون والملح وكده. وبعدين رشيت رشة جبنة اهوت على الوش. وهحط حتة طماطم بسيطة صغيرة كده بتدي شكل وطعم. وكمان هحط معاها شبت، الأوراق الشبت دي بتدي ميكس فظيع جميل قوي قوي عن أي خضرة تانية يعني. وهحط كمان شوية زعتر ناشف أو لو أخضر الموجود عندك. هاخد أدخلها الفرن بقى يعني تلت ساعة كده، تستوي في بعضها وتتحمر وكله كده، وهخرجها. النوع التاني بقى ده سمان. هعمله يعني هسويه بطريقتين اتنين. الأول التتبيلة بتاعته، جبت بصلة مبشورة وطماطماية قد الليمونة مبشورة برضو واخدة قلبها بس كده. هحط عليهم كده ملح وفلفل أسود وكمون بس. هقلبهم في قلب بعض. وبعدين هجيب السمان واتبله. السمان يا جماعة بيبقى فيه يعني نسبة زفارة زايدة شوية، لأن يعني أسمع إن هو بياكل أسماك أو حاجة زي كده، أو على البحر يعني، أو متربي على البحر، فبتبقى يعني زفر زيادة شوية. فلازم تغسلوه كويس بالخل وبالليمون وبالدقيق، وتنقعوه نقعة جميلة كده، وتكونوا فاتحينه من الظهر ومنضفينه كويس، وتسيبوه يتنقع نقعة حلوة كده. فانا حطيته في الخلطة اهوت، وبعدين زودت عليهم معلقة خل، وكمان معلقة عسل عسل نحل. هقلبهم في قلب بعض كده، وزي ما بقول لكم انا هسويه بطريقتين. الطريقة الاولانية انا هدخله الفرن هشويه في الفرن، والطريقة التانية هتبقى على الجريل. لحم السمان ناعم وطري وبياخدش سوا خالص، عامل زي فيليه السمك، او كأنك بتسوي حتة يعني فراخ كده بانيه كده، شريحة بانيه يعني سهلة جدا سريعة. فما بتاخدش سوا. انا دخلتها الفرن اهوت، وهاخد الباقي. هحط جريل، احط فيه رشة زيت علشان الزبدة ما تنحرقش، ومكعبين زبدة. بعد كده هنفض حاولي تبقي تنفضي التتبيلة يعني للبصل وكده، عشان ما تتحرقش معاكي بسرعة في قلب الجريل او في الشوي في الفرن. تقدروا تتبلوه برضو وتسيبوه ساعتين، تسيبوه من بالليل، بس انا عملته في وقته على طول. اتحمر بالشكل ده، وهقلبه برضو. تقدري لو انتي شاكة او خايفة انه ما يستويش، مع انه بياخدش حاجة خالص، تقريبا ما خدش 12 13 دقيقة يعني. ابقي غطيه عشان تبقي مطمنة ان هو استوى. فانا عاملة معاه رز بسمتي كده بالزبيب. وده الاربعة دول اللي معمولين على الجريل. اختبريه برضو وشوفيه استوى ولا لا، بس ما تخافيش ما بياخدش حاجة. وده اللي كان مشوي في الفرن اهوت. دهنته بمعلقة كاتشب عليها شوية ملح ورشة فلفل اسود. ودهنته وحمرته برضو، ما خدش تلت ساعة في قلب الفرن. متسيبوش كتير عشان ما ينشفش معاكي. في فوائد كتير قوي وطعمه جميل، وزي ما انتوا شايفين ما خدش، ما يعني صنفين الاكل ما خدوش لا وقت ولا مجهود ولا حاجة خالص. صينية الفراخ، صينية بقى البطاطس أنا طلعتها من الفرن اهيت.
يا جماعة ريحة وطعم جميل، جميل، أنا تقريبًا يمكن كل أسبوع لازم أعملها الأكلة دي، بتعجبني أوي. وزي ما باقول لكم ما بتاخدش وقت في الفرن، لإن يعتبر كل حاجة مستوية، بس هي إيه، تدخل في بعضها الروايح كده والجبنة تسيح وطلّعيها من قلب الفرن، ومعاكِ بالشكل ده. تقدروا تعملوها برضه أكلة في رمضان أو في أي وقت يعني اللي يعجبكم وكده، وصينية البطاطس دي هتبقى جميلة في عزومة رمضان إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين.